عبد اللطيف، مباراة 99 بتاعت مارك باتا شهيرة، انت كنت واحد من اللي لعبوا اللقاء ده او الدقايق اللي اتلعبت في اللقاء دوت بعد مشهد الانسحاب. الحقيقة ان المباراة دي تبعتها مجموعة من القرارات اللي اتظلم فيها محمد صبري جدا بإيقافه لمدة عام كامل، مش عام الا سنة حتى، لما حب الزمالك يعمل التماس وصبري يلعب المباراة اللي كان بتتبقى يوم قبل نهاية فترة إيقافه، واتحاد الكرة وقتها رفض أيضا حتى فكرة ان محمد صبري يلعبها. المباراة دي محمد صبري ليه شال الليلة لوحده، وليه كان كبش الفدا في المباراة دي؟ لان المباراة دي اثرت على مسيرته بعد كده مع الزمالك. وانا رايح بتزحلق طبيعي. كابرين حط رجله، فالكوره والتاكلينج نفسه والعنف اللي كان فيها الحكم ان انت لازم تطرد وكان لسه قانون جديد لسه طبقش في مصر. خلاص كان لازم ياخد القرار وخد القرار طبعا. دخلنا اوضه اللبس، نزل الدكتور اسماعيل سليم كان نائب رئيس النادي ومجلس الاداره وكلهم بصراحه كانوا عايزيننا نلعب. بص الماضي كان نلعب، كان مجلس اداره كانوا عايزيننا نلعب طبعا. لكن كان طارق مصطفى موجود ومحمد صبري موجود، غالبا كانوا لعيبه هم اللي يعني مصرين ان احنا ما نلعبش، خصوصا ان كان قبلها كان في مباراه كابتن محمود طرد والزمالك خسر اعتقد 3 او 4 فهم خايفين ان المشهد يتكرر تاني.